التركيز فيما معناه ان ربنا سبحانه وتعالى حي بيستحي ان انت تدعيه او ترفع ايدك ليه بدعوه معينه ويردك صفر. فكان في 3 احتمالات. الاحتمال الاول منهم كان دايما الشيطان بيقلله في نظري قوي، اللي هو ده مش هيحصل، ده مش الحاجه دي مش العادي، مش ده اللي بيحصل كل مره، هو ان انت الحاجه تتحقق زي ما انت عايز بالظبط. تاني حاجه هو ان هي تتعلق في الاخره. او تالت حاجه ان ربنا يدفع بيها بلاء، مرض، حادثه، اي حاجه صعبه كنت انت تقع فيها في الدنيا، بس بفضل ربنا سبحانه ودعائك الحاجه دي راحت. فكنت دايما افكر بالتفكير الشيطاني ده، اللي هو لا انت اكيد اول احتمال ده اللي هو حاجه تحقق بالظبط اكيد مش هتحصل، يعني مش كتير، او حتى لو حصلت هتبقى مره مرتين، اكيد الموضوع ده مش العادي. لحد ما ربنا كرمني و... وشفت مواقف سنة فيها موقف أصعب، كل موقف أصعب من الموقف اللي قبله حرفيا. كل موقف يهد، كل موقف اللي هو أنت مستحيل حاجة دي تعدي، مستحيل مستحيل مستحيل، يعني اللي هو مستحيل حاجة دي تحصل، مستحيل. فاروح كل مرة ربنا بالمشكلة، يا رب يا رب انقذني، يا رب الحقني، يا رب أنا ضايع، يا رب ما فيش أي حاجة. فلاقي ربنا بيعديها زي ما طلبت منه بالظبط. فاللي هو كأن ربنا بيقول لي لا، ده الموقف الأول أو الاحتمال الأول في الدعاء ده بيحصل، وبيحصل كتير وكتير جدا، وده العادي. فبس لاحظت حاجة مهمة، إن كل مرة في المواقف الصعبة اللي تقريبا بتعدي عليا كل شهر موقف أصعب من اللي قبله بلجأ ربنا فيه، بعمل 3 حاجات مهمين جدا ربنا ألهمني بيهم، فحابب أشاركهم معاك بحيث ينفعوك إن شاء الله في دعائك ويحققوا لك الحاجة أنت نفسك فيها. أول حاجة هو ان انا لو داخل على شخص غني واطلب منه حاجه، او شخص داخل على شخص مهم، مش هروح اقول له اي كلام، انا هبقى مرتب كلامي ومنظمه ومش هقول له هات الحاجه الفلانيه دي، لا لا لا، ده انا هروح واقول له مدح وامدحه مره واثنين وعشرة، واحاول انقي احسن الفاظ في الدنيا عشان يديني الحاجه دي. فابدا مع ربنا بانك تقول يا رب انت يا رب كرمتني في واحد اتنين تلاته اربعه، انت يا رب فضلك عليا كبير، انت يا رب عملت لي نعمه واتنين وعشرة وعشرين، اثني على ربنا. وبعدين اطلب من ربنا الحاجه اللي انت عايزها. وبعد ما تطلب حاول انك تطلع صدقه. دي تاني حاجه، انك تطلع صدقه. حاول تشوف اي مبلغ عندك، اي حاجه عندك بجد، يا عم حتى لو مش هتطلع صدقه ما عندكش، قول سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله، كل حاجه كل واحده منهم صدقه. بس حاول بجد بجد انك تطلع اي مبلغ عندك حرفيا، حتى لو جنيه، حتى لو 5 جنيه، حتى لو 10 جنيه، حاول تطلع صدقه بعد الدعاء. وتالت حاجه زي ما قلت لك في البدايه، قول له يا رب الحقني، يا رب انقذني، يا رب انا ماليش غيرك، يا رب انت لو ما لحقتنيش انا هضيع. الجأ لربنا 100%، متلجأش 99، لا 100%. ادعوا ربنا دعاء المضطر، لان ربنا بيقول امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض. طبق ال3 حاجات دول وواثق انك انت شخصيا تدعي بعد كده. السلام عليكم.